هو انت ممكن تعذب الفراخ وانت مش واخد بالك؟ طبعا. الفراخ مش بتتكلم ومش هتعرف تعبر عن اللي هي حاسة بيه، وبالتالي لازم تكون مربي ذكي كفاية ان هو يفهم القطيع بتاعه عاوز ايه من غير ما القطيع يتكلم. والنهاردة انا ملقتش انسب من موضوع الفرشة والمشاكل اللي بتيجي من الفرشة علشان نتكلم فيه سوا. وده طبعا علشان لو انت ما بتربيش في بطاريات فطبيعي هتربي أرضي، وطالما هتربي أرضي يبقى الفرشة دي هي بمثابة البيت اللي الفراخ هتقعد فيه الدورة كلها. يلا بينا نشوف المشاكل دي ونشوف نعمل ايه فيها. أول حاجة هنتكلم عليها هي الفرشة المبلولة. ولو الفرشة بقى مرطبة زيادة عن اللزوم يبقى كده كأن الفرخة واقفة في مستنقع بكتيريا وفطريات، وده طبعا هيسبب ان الامونيا ريحتها تعلى في العنبر، وبالتالي تخنق الفراخ وتخلي عينها تدمع ويحصل مشاكل في العين، وطبعا هيحصل التهابات صدرية كتير وهتبدأ تلاقي اعراض عطس، وطبعا الفراخ هتدخل ساعتها في دوامة تنفسي ممكن ما تخرجش منها. وناهيك طبعا عن ان الفراخ هتريش بدري. طب وده هيحصل ليه؟ ده هيحصل لان هي الفرخة 24 ساعة بتقوم وبتنام وبتاكل وتحتيها فرشة مرطبة ومبلولة، وده طبعا هيخليها تسقع، ولما تسقع يبقى الأكل اللي هي بتاكله وبتحوله مش هتوديه في وزن أو في تحويل، بالعكس هي هتبدأ إن هي تكون بريش علشان تدفي نفسها. ومش بس كده، لأ، دي الفرشة المرطبة كمان بتخلي إن رجل الفراخ يحصل فيها تقرحات بكتيرية. ما انت طبيعي لو واقف في مية شوية ساعات رجلك بتبدأ إن هي تبوش وتشقق، ما بالك بقى بالفراخ اللي هتقعد 24 ساعة الفرشة تحتها مرطبة. وتاني حاجة هنتكلم عليها دلوقتي هي الفرشة العفنة المعفنة، بس أنا مرضتش أقولها لك صريحة. لما الفرشة كل شوية بترطب منك وتزودها وتتبل وتزودها ويقع عليها مية من السقايات وتزودها، والفراخ يجيلها إسهال فالفرشة ترطب وترجع تزودها، طبيعي هتلاقي ان الفرشة دي بقت مستنقع ديدان أعزكم الله، وده لأن الأجزاء السفلية حصل لها خلاص عفونة، وده بقى هيفتح علينا النار. قابل بقى الفراخ هتتصاب بفطريات ممكن تصيب الفم والحوصلة وتخلي ان الفرخ يبعد عن الأكل ولسانه يبقى أبيض زي الجبنة القريش. الفراخ كمان ممكن تتصاب بفطريات الجهاز التنفسي وتفضل تكح جامد كأن هي بتدخن من وراك. هيحصل كمان ديدان معوية، وده علشان الفرشة بتكون مليانة ديدان، والفراخ وهي بتنقر في الفرشة ممكن تاكلها. وطبعا الكوكسيديا والكوليستريديا مش هيسيبوا أنسب من كده ظرف علشان ينشطوا، وتبدأ بقى تلاقي الفرشة مليانة إسهالات حمراء وإسهالات بني وغيرها من الإسهالات البكتيرية. وتالت حاجة هنتكلم عليها دلوقتي هي الفرشة الخشنة زيادة عن اللزوم، ودي بقى بتكون مشوار تعذيب يومي للفراخ كأنك بتمشي الفراخ على شوك، واللي بدوره هيبدأ يسبب في قدم الفراخ جروح وتقرحات والتهابات، وبالتالي الفرخة ولا هتقدر تمشي ولا هتقدر تروح على الأكل وهتقعد في مكانها. وخلاصة الموضوع بقى علشان ما طولش عليك كتير، لو انت عاوز الفرشة مظبوطة يبقى لازم تبقى دي مواصفاتها. أول حاجة تكون الفرشة سمكها مناسب سواء في الصيف أو في الشتاء، وتاني حاجة إن الفرشة تكون جافة وطبعا خالية من أي رطوبة زايدة، وكمان الفرشة تكون ناعمة بس مش ناعمة قوي ومش خشنة قوي، وده لأن الفرشة الناعمة زيادة عن اللزوم ممكن تبدأ تتطاير والفراخ بتمشي عليها وتدخل في جهازهم التنفسي وتسبب مشاكل تنفسية، والفرشة الخشنة زيادة عن اللزوم زي ما قلنا هتعورهم وتسبب جروح وتقرحات. أنا عن نفسي بفضل الفرشة تكون من النشارة المفرومة وسط، ولا الناعمة قوي ولا الخشنة قوي. طيب لو بقى خلاص يعني مأزمة معاك ومفيش غير تبن، ياريت تبعد عن التبن المتخزن في مخزن عم محمود بقاله 20 سنة وتجيب تبن نظيف. ولو انت لسه عندك أي استفسار أو عايز تسأل على أي سؤال تقدر تكلمني على الأرقام الموجودة على الشاشة.